أخي الجزائري، أنا دكتور فلسطيني أتكلم معك. أرجو أن يكون الحوار بيني وبينك هادئا لطيفا أنت محترما. تتكلم عن الشام يا حبيبي. والدي أبي شخصيا أكبر من بلدك. ومن قال هذا؟ هذا من تاريخ الجزائر؟ هذا من تاريخ الجزائر؟ العربي. اليوم في عندنا شعب سوري رفض نظامه ورفض هذا النظام القاتل. بأي حق نظامك المجرم يطبع ويدعي هذا النظام للجامعة العربية؟ بأي حق؟ كل الدول العربية رفضته وقالت له لا تعود إلى الجامعة العربية، واستنكرته واستنكرت وجوده، وبصموا في 10 أصابع بأنه قاتل ومجرم. بأي حق نظامك يعيده إلى الجامعة العربية رغما عن دماء السوريين، رغما عن آراء السوريين، رغما عن الناس اللي في سجون بشار الأسد؟ الأمم المتحدة سحبت منه أنه رئيس، سحبوا منه الاعتراف. لا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة، المنظومة الدولية سحبت منه الاعتراف، ولم يساعده اليوم إلا تبون ومن معه. العربي بأي حق تدوسون على دماء شهداء سوريا؟ بأي حق؟ نحن لا ندوس على دماء سوريا يا أخي. نحن لا ندوس. نحن ضد نظام بشار الأسد. يا أستاذ، نظامك القاتل المجرم يدعي بشار الأسد الذي قتلنا وقتل أطفالنا وهجرنا، يدعوه إلى الجامعة العربية رغما عن دماء الشعب السوري. بأي حق؟ لكن دعوه لحل المشاكل سوريا. لا يا أستاذ، احنا كسوريين ما بدنا نحل المشاكل، مشاكلنا لا تحل. النقاش يا أخي نقاش في جامعة الدول العربية لحل مشاكل سوريا. يا أستاذ عندما خرجت الجزائر ثورة 2019، يا أستاذ عندما خرجت الجزائر في ثورة 2019، هل قام الشعب السوري وناهضكم وقال لكم اصبروا بوتفليقة كويس، بوتفليقة جيد، ونريد سلام في الجزائر؟ يا أستاذ، نحن كشعب سوري لا تحل مشاكلنا إلا في سقوط هذا الطاغية. بأي حق نظامك يعيد هذا النظام على رأسنا، يعيد هذا النظام قاتل أطفالنا وقاتل أهالينا؟ بأي حق مهجرنا يعود؟ تفضل. يا أخي، هل نحن نكره شعب سوريا؟ نعم. من قال لك هذا؟ إذا أنت تساعد قاتلي فأنت تكرهني، فأنت قاتلي. من قال لك قاتلي؟ الشعب الجزائري لم يساعد القاتل، بل يساعد الشعب السوري. من جمع تبرعات؟ الشعب الجزائري جمع تبرعات ليبعثها إلى الشعب السوري وليس للنظام يا أخي. يا أستاذ، أنا لا ليس للنظام يا أخي. يا أستاذ، كيف تقولون؟ أنا لا أتحدث عن التبرعات يا أستاذ، جاوبني على سؤالي. لا أتحدث عن التبرعات ولا أتحدث عن الطائرات ولا أتحدث على نظامك المجرم الذي يعمل على إعادة تدوير بشار الأسد وجعله رئيس فوق دماء شهداء سوريا. وهناك من قال إن الجزائر أرسلت أسلحة، أرسلت طائرات مسلحة. لم أقل لك أرسلت أو ما أرسلت، الجزائر تدعوه للجامعة العربية وللقمة الإسلامية رغما عن دماء السوريين. لم أقل لك على المساعدات، انسى المساعدات. أقول لك عن إعادة تدويره في الجامعة العربية والقمة الإسلامية. بأي حق تدعسوا على دماء سوريا؟ يا أخي، سوف أقول لك كلمة ولازم تفهمني. الجزائر عندما أسقط نظام بوتفليقة، هل أسقطناه بالسلاح؟ يا أستاذ، هذا شأننا. لا، أقول لك كلمة، أقول لك جاوبني. هل نحن هل سقطناه بالسلاح؟ لا تحور الحديث. لا، مانيش نلف. أنا بعطيك فكرة. يا أستاذ أنا ليس لي شأن فيك. إن أسقطت نظامك في الورود، إن أسقطت نظامك في الكلمة، إن أسقطته في السلاح، لا يهمني. أنا هذا شأني. أسقط نظامي في السلاح، أسقط نظامي في الكلمة، أسقط نظامي في التبويس، أجعل نظامي رئيسا على رأسي. هذا أنا شأني، هذا شأني أنا كسوري. بأي حق أنت تأتي لتقتلني؟ بأي حق تأتي لتقتلني أنت يا جزائري شريك بشار الأسد في قتل 1.5 مليون سوري؟ افهم. لا تقارني يا منير نعطوك كلمة الدكتور من فضلك. نعطوك كلمة في العشرية السوداء، ولا تقارني بثورتك، ولا تقارني بأي شيء. بأي حق أنت تأتي تساعد بشار الأسد في قتلي؟ أنت قاتلي. تفضل. لقد أعطيتك جواب ولم تفهمني.
أنت قاتلي، أنت قاتلي. لماذا أنا قاتلي؟ لماذا أنا قاتلي؟ أخي لماذا منير، قاتلك؟ من فضلك لماذا أنا قاتلي؟ أنت لماذا؟ قاتلي. لماذا؟ لأنك تساند قاتلي. ومن قالك ساعدنا بشار الأسد يا أخي؟ نحن ساعد الشعب سوريا يا أخي، لم نساعد. لم تفهم شيئا، لم تفهم شيئا. نحن لم نساعد بشار الأسد، بل ساعدنا الشعب السوري. يا أستاذ أنا لم أتكلم علي، لم أتكلم معك على يا أخي أقول لك كلمة، اسمع يا سوري، اسمع. بعد الزلزال هكذا تم تكريم كلب. اسمع، هكذا تم تكريم كلب من طرف الجزائريين والفرقة التي كانت بسوريا. كرموا كلب بعدما قالوا إنهم انتهوا من عمليات الإنقاذ بسوريا وهم لا يعلمون أنهم تركوا جروح، تركوا مخيمات، تركوا أطفال تموت من شدة البرد، ويكرمون كلب. هكذا يتم الكلام مع الملازم الأول مؤنس بن الغيث الذي يتكلم عن فرقة الحماية المدنية ويتكلم عن كلب. هكذا تم الاعتناء بكلب. هذا الكلب تم الاعتناء به وتم تكريمه وهم في عودتهم من سوريا، على أساس أنهم انتهوا من مآسي سوريا وانتهت مآسي سوريا ولم يبقى إلا تكريم الكلاب. هذه الكلب وفي، الكلب وفي، الكلب وفي، وأنتم وفي. نعم وفي لسانه، نعم وفي لسانه. الكلب وفي يا أخي. نعم الكلب وفي. نعم الكلب وفي وأنتم لستم. نعطوك كلمة الدكتور يا منير، من فضلك كلمة الدكتور. أنت وفي؟ أنتم أوفياء، أنتم أوفياء حينما حضرتم إسرائيل. أوفياء. أستاذ العربي. لا أقول كلمة، أنتم أوفياء. أنتم أوفياء استوقيتم بروسيا. أستاذ العربي كلمة للدكتور يا أستاذ العربي، احترم الحديث. يا جماعة دعمونا اللايف إذا سمحتوا، تفضل. وفي استقويتم بأمريكا وبإسرائيل. نعم وفي للأسف وأنتم لستم أوفياء. نحن أوفياء، نحن أوفياء. خلوا كلمة الدكتور يا أخي، احترموا الدكتور اللي معنا من فضلكم. يا العربي حط ميوت خوي، حط ميوت، خلي الأستاذ تفضل دكتورنا، مرحبا بك. الله يبارك فيك. تحية كبيرة لك، للعملاق ياسر، للرأي المغربي، للمتواجدين في هذا البث كاملين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية السلام. أخي الجزائري، أنا دكتور فلسطيني أتكلم معك. أرجو أن يكون الحوار بيني وبينك هادئا لطيفا محترما. أنا أسألك، إذا كنت تمثل الشعب الجزائري تحية لك وللشعب الجزائري الحر الشريف. أما إذا كنت تمثل النظام لنتكلم معك بصيغة أخرى ولنناقشك بكل احترام. أخي الجزائري، إذا كنت تسمعني الآن، أنا أذكر لك حقيقة عندما تمت المصالحة بين حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى الفلسطينية فتح، لما انتهت المصالحة، هذه حقيقة أرجو أن يعرفها الكثيرون. لما تمت المصالحة وانتهت هذه الصفقة، أجبرت الفصائل الفلسطينية، أجبرت الفصائل الفلسطينية بالطائرة التي استقلتهم إلى النزول في مطار دمشق الدولي، وهي كانت متوجهة إلى مطار غزة ومن ثم إلى مطار الضفة الغربية. لماذا أنزلت هذه الطائرة إجبارا من النظام الجزائري في مطار دمشق؟ إن كنت تعلم الجواب أخبرني، وإن كنت لا تعلم الجواب فسأخبرك أنت. تفضل أخي الجزائري، كلمني وحاورني بكل احترام من فضلك. سوف أعطيك الجواب. لأن الطائرة الجزائرية لا تدخل دولة الصهاينة، وليس لنا علاقة مع الصهاينة. هل تعلم هذا؟ أخي حتى أعطيك نبذة عن الأرض الفلسطينية. إحنا لدينا مناطق، من فضلك، لدينا 3 مناطق في فلسطين الحبيبة. لدينا مناطق 48، ولدينا مناطق الضفة الغربية التي هي تحت سيادة وسيطرة السلطة الفلسطينية، ولدينا في غزة تحكمها حركة حماس.
تستطيع الطائرة من فضلك أخي لا تقاطعني، أنا سمعتك. تستطيع الطائرة أنها تهبط في مطار الضفة الغربية، والملوك والرؤساء يهبطون في هذا المطار، وهذا مشاهد ومعاين في كل السوشيال ميديا. وتستطيع الطائرة أن تهبط في مطار غزة. تفضل أخي. نعم. ولكن لا تعلم أنت الصهاينة عندما تذهب الطائرة إلى غزة ولو حطموا الطائرة وكل القادة الفلسطينيين من يبقى؟ أخي الكريم أنا يا أخي لا تكن يجب أن تكون ذكي. أخي أنا ذكي وأنا دكتور في التاريخ. لست ذكي في هذا فيما فعله النظام. ناقش بالحوار بالمعلومات. ذكي أو ما ذكي هذا مو شغلك شخصا. لا تشخصن الموضوع ليس شخصي. من فضلك أنا يعني ليس أخي الجزائري، يعني هناك قاعدة أصولية تقول ليس المخبر كالمعاين. أنا وأهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. أنا لا أعرف الجزائر مثلك، ولو أني أعرف الجزائر تاريخها كاملة، ولا أعرف المغرب كما يعرفوها الإخوة المغاربة. سوف أعرفك عن المغرب وأعرفك عن المغرب. أخي لا ليس. خليني في نقطة الحوار. خلينا في النقطة ذيك. أخي خليني من فضلك أخي الجزائري المحترم، دعني أناقشك في نقطة الحوار. أنت تقول أنت الله ينعم عليك، أنت تقول أن الطائرات لا تستطيع أن تنزل في مطار الضفة الغربية وفي مطار غزة. هذا مخالف للواقع ولما يشاهد على شاشات التلفاز وفي السوشيال ميديا. هي لا تستطيع أن تنزل هذه الطائرات في مطار بن غوريون الصهيوني فقط. نعم. أما هي تستطيع أن تنزل في مطار الضفة الغربية وفي مطار غزة أخي الكريم، لأن الضفة الغربية تحكمها السلطة الفلسطينية ابتداء من القدس الشرقية والخليل، وانتهاء بمناطق رام الله والبيرة وهذه المناطق وطول كرم وجنين وهذه المناطق البطلة الموجودة المقاومة القتالية. على كل حال أخي الكريم، أنا أقول لك ليس هذا من عندي، هذا مشاهد معاين. نزلت الطائرة وسامحني وأرجو أن تتقبل الحقيقة. وأرجو أن نكون أخي من فضلك أرجو أن نكون منطقيين في الحوار. أنت لا تتكلم مع رجل جاهل. أنا بحثت في التاريخ أكثر من 35 سنة والإخوة يعرفوني تماما. أخي الكريم، أجبرت الطائرة أن تنزل في مطار بشار الأسد المجرم قاتل النساء والشيوخ والأطفال وحتى الحيوانات عزكم الله، لتبرم الصفقة كاملة، ويقال للفلسطينيين لن تمروا إلى الأراضي الفلسطينية إلا عبر بشار المجرم الكافر الفاجر الشيعي الإيراني، لأن إيران هي من أرادت ذلك. تفضل أخي. أقول لك لأن الجزائر أرسلت الطائرة إلى هناك حفاظا على سلامة زعماء المقاومة. أنت لا تعرف مكائد الصهاينة يا أخي. أنت لا تعرف مكائد الصهاينة. أخي الكريم، في أي لحظة يسقطون الطائرة. أخي الكريم، أنا من أعرفهم جيدا. أنا ابن الأرض والتاريخ الفلسطيني أخي. أنا من أعرفهم جيدا، فأجدادي وأبناء عمي وأبناء خالي شهداء على الأرض الفلسطينية، نعرفهم جيدا. وأنا قلت لك أنا كفلسطيني أنا لا أعرف الأرض الجزائرية كما تعرفها أنت، وأنا أقصد الحدود والمواقع والأسماء. أما التاريخ أنا أحفظه وأعرفه جيدا، سواء كان في المغرب أو في الجزائر أو في أفريقيا من ألفه إلى يائه. وأنا أستطيع أن أرجع معك إلى 2000 سنة من الآن. سوف أعطيك سؤال. هل أصبر لك التاريخ كاملا. هل يحق لي أن أدخل غزة؟ هل يحق لي أن أدخل غزة كجزائري؟ نعم يحق لك أن تدخل. نعم يحق لك أن تدخل غزة. من يمنعك أنت تدخل غزة عبر معبر رفح الفلسطيني الذي يصل بين الأراضي المصرية المحترمة وأراضي غزة. نعم يحق لك. لا يحق لي أخي. أنا أعلم لا يحق للجزائر الدخول. طيب أنا أسألك سؤالا. لا يحق للجزائر.
لو كان حق للجزائريين يا أخي، لو كان لحق للجزائريين لدخلوا وساعدوكم. يحق لك عن طريق مصر. انا اللي غنجاوبك، انا اللي مغربي بحالي بحالك. الفلسطينيين ما غيعرفوا اش ما يحق لك هو دخل سوق راسك وخلي السوري في حاله، دخل سوق راسك وخلي الفلسطيني في حاله. دخل سوق راسك. راكم تسخوا بينا مع العرب، راكم تشوفوا بينا مع العرب، راكم تذبحوا في المسلمين يتقوا. شكون اللي كيذبحوهم؟ احنا ولا انتم كتذبحوا في البوليزاريو؟ انتم اللي كتحاربوا في الصحراويين. شكون اللي شاد البوليزاريو؟ الصحراوي وكتقولوا ها انتم راكم تحاربوا فيهم، انتم كتضربوا فيهم. اكبر سجن بالعالم، دخلوا سوق راسكم وخليوا الناس يعيشوا، دخلوا سوق راسكم واش من اكبر سجن يعيشوا. يا خويا شخصي خاوتك المغاربه، قول لهم راكم تخدموا في الجزائر كيفاش راهم يعاملوكم. شخصي المغاربه اليوم يخدموا في الجزائر، قول لهم كيف يعاملونكم الجزائريين. طيب اخواني اخواني ما اكملت المداخله. الله يبارك فيك. الله يحفظكم. وهذه فرصه طيبه اني التقيت مع اخي ياسر منذ زمن طويل ما التقينا، كنا نلتقي في بث عبد العزيز. على كل حال اوجه لكم تحيه. أنا أسأل أخي الجزائري المحترم، وأسأل الشعب الجزائري المحترم، ولا أسأل النظام. واتفقنا على هذه النقطة من الآن. أنا التقيت بأكثر من 50 أو ربما 100 ألف جزائري يعيشون في أوروبا وأمريكا الشمالية. درت حول العالم كاملة، والتقيت بأحرار جزائريين وسمعت الحقيقة منهم كاملة. أنا أعطيك صديق لي وهو يزيد الخنشلي، وهو ضابط منشق من صفوف الدرك أو القوات الجزائرية، والذي قد خطفت أخته قبل سنة من الآن. وإذا كان يسمعني أنا أدعوه أن يدخل معنا الآن، وهو في دولة أوروبية ويحمل الجنسية الأوروبية، وقد حدثني عن الحقائق هذا النظام وما يفعله بإخوتي الجزائريين من قتل وتشريد وتجويع. ولعلني أذكر لك أخي الجزائري المحترم ماذا حدث في العشرية السوداء. هل قتل المغاربة الجزائريون أم قتلهم الليبيون أم قتلهم التوانسة؟ لا أدري من قتلهم، أم لعل السوريون جاءوا على مسيرة آلاف الكيلومترات ليقتلوهم. أخي كن منطقيا، بارك الله فيك. تفضل وأجب. سوف أعطيك أجوبة. العشرية السوداء التي تتحدث عنها هناك، لا تشرح لي عنها، أنا أعرفها جيدا. لك يا أخي لماذا ذبحوا؟ أنا سألتك من الذي قتلهم؟ أهم منهم من أبناء جلدتهم أم هو غريب عنهم؟ من أبناء جلدتهم. نعم. خلاص تمام. سألوهم وسألوا. اسمع لي يا أخي، هناك كان حزب إسلامي ذهب إلى السعودية وسأل مشايخ السعودية وطرح عليه أسئلة. فهناك أشياء لا تستطيع الخروج عن طاعة الملك، ولا تستطيع فعل أي شيء كما جرى في سوريا. لا تستطيع المحاربة ولا تستطيع حمل السلاح. أما في عام 2019 الجزائريون كانوا فاطنين وقاموا بحراك سلمي لإسقاط النظام. لا يمكنك إسقاط النظام بالسلاح يا أخي، لا يمكنك إسقاط النظام بالسلاح. ليس كان بوتفليقة، بل ليس كان بوتفليقة يا أخي. هذا مش موضوعنا يا العربي، هذا مش موضوعنا. موضوعكم أنا لقد فهمت كل الموضوع، والله ما فهمت حاجة أخوي. أنا لقد فهمت على حسب التعليقات. أنا محترم وأحترمكم على حسب التعليقات. خليني فقط نتكلم من الصبح وانت تتكلم. السؤال الذي يطرح نفسه والجميع يبحث عنه بحكم أننا في لايف تونسي هو التالي: لماذا تصر الجزائر على تعزيز علاقاتها مع بشار الأسد، مع العلم أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مانيش نتكلم في فراغ، المرصد السوري لحقوق الإنسان أحصى بالأسماء فقط، الناس اللي أحصاهم بالأسماء، المرصد السوري لحقوق الإنسان أحصى 499,657 شخصا قتلوا،
ووصل الأعداد اللي ما لقوش لها أسماء 610,000، من ضمنهم 160,681 ذكور، 15,237 إناث، 25,286 طفلا تم تقتيلهم من طرف هذا النظام الذي يدعمه النظام الجزائري. السؤال: لماذا ما يزال النظام العسكري الجزائري يدعم نظام بشار المجرم؟ هذا هو السؤال، تفضل جاوبنا. أخي قبل أن تجاوب لحظة أخي أعطيك الجواب. لا جواب فقط، أجاوب فقط. أجب عن النظام ولا تجب عن الشعب الجزائري. أجب لا عن سوف نترك ولا لا يا عن الشعب. سوف نطرد الجيش الجزائري ونطرد يبقى الشعب وحده في الجزائر. أنت ماذا تريد؟ تريد أن يبقى الشعب في الجزائر ونطرد الجيش؟ من يحمي الجزائر يا أخي؟ يا أستاذ، الرجل الرأي المغربي أعطاك إحصائيات. حضرتك لماذا النظام الجزائري مصر على سفك دماء السوريين؟ لماذا النظام الجزائري لماذا النظام الجزائري لماذا النظام الجزائري مصر على أن يدعس على دماء 1.5 مليون شهيد سوري؟ ومن قال هذا؟ هذه تصريحات من هل أنت ليس تصريحات؟ هل أنتم تعلمون الغيب؟ ومن قال من قالها؟ قول لي، أعطيني دليل من قالها. يا أستاذ نحن نتكلم في الواقع. إنه الواقع الجزائر حكومة الواقع يا أخي، الواقع أقول كلمة. يا أستاذ لا تشوش. نعم. حكومة الجزائر تدعي نظام بشار الأسد للعودة إلى الجامعة العربية وللقمة الإسلامية. أليس هذا دعس على دماء الشهداء السوريين؟ ليس دعس بل لحل مشكلتكم. ليس دعس يا أخي، لا تحلها، لا تستطيع حلها، لا تستطيع إخواني، لا تستطيع. يا أستاذ أنت الذي تقول لفرنسا في نشيدك الوطني: انتهى وقت العتاب وطوينا هذا الكتاب. أنت تستطيع حل مشكلتي؟ أنا بلاد الشام يا أخي، أنا بلاد الشام يا أستاذ. أنا من علمك اللغة العربية يا أستاذ. حان وقت الحساب. نعم، حان وقت الحساب يا أخي، حان وقت الحساب لفرنسا. نعم يا أستاذ، هذا حقد على السوريين، هذا حقد على السوريين. ليس حقد. بعد أن السوريين علموهم القراءة والكتابة، بعد أن السوريين علموهم القراءة والكتابة تجازوهم بالقتل. نعطيك كلمة فقط. ماذا يقول في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القاتل والمقتول في النار. يعني مسلم يقتل مسلم في النار. يعني أنت لا تستطيع أن تحارب مسلم. حضرتك بأي حق العودة إلى الدين وكتاب الله. يا أستاذ افهمني يا أستاذ بالعقل والمنطق. أنت عندما تريد حل مشكلة لا تشوش. عندما تريد حل مشكلة كرغولي لا إله هم يقولوا كرغو، هم يسبوا فيها المغاربة، يسبونني. إن المغاربة في كوميتي هم يسبوني، هم يسبوا فيها. يا أستاذ خلك رجل. هذا لايف مغربي وليس لايف. يا أستاذ عندما تريد أن تحل مشكلة عليك التواصل مع الطرفين، ليس تواصل مع طرف. أنت تدعم طرف واحد، أنت تدعم قاتل، أنت تدعم مجرم، وليس لك أي تواصل مع الثورة السورية، مع الثوار السوريين. ليس لك تواصل مع الشعب السوري. أنت تدعم فقط بشار الأسد القاتل. حكومة الجزائر تدعي بشار الأسد للجامعة العربية لتعيد تدويره ولتضعه رئيسا على دماء الشعب السوري. كيف تحل مشكلة مع قاتل مجرم وتنسى المقتول وتنسى الضحية؟ أين هي حل المشكلة؟ يا أخي منير، فقط عندي سؤال. أخي منير من فضلك وليس النظام. أخي الجزائري لحظة واحدة من فضلك. تفضل يا أخي، ساعدناكم وتردوا علينا. ساعدناكم وتردوا علينا اللو. أخي بس انصت. ساعدتي بشار، لم تساعد من قال لك ساعدنا بشار؟ من قال هذا؟ أعطيني الدليل. ماشي تجي تحضر يا أخي، ماشي تجي تحضر. أعطيني الدليل. يا أستاذ أين نزلت الطائرات؟ نزلت في حالة يا أستاذ، نزلت في حالة وحلب تحت سيطرة من؟ خليك الله يرضى عليك. سوف أتحدث لك بلهجتك. الجزائر أرسلت. لماذا لم تساعد المغرب؟ يا أستاذ، الجزائر أرسلت صواريخ 2013 وقتلت الشعب السوري بهم. الجزائر عملت بالأمن القومي العربي في دمشق وقتلت في الغوطة الشرقية أرض المحشر قتلتم أهلها. عند المنارة الذي سوف يحشر فيها كل الناس، عند المنارة الذي سينزل عندها سيدنا عيسى، قتلتم الشعب هناك
في جيشكم تحت اسم الأمن القومي العربي، ولا هذه التفاهات؟ تقول لي ساعدت الشعب السوري. انا بالي الاخبار راهم يصراو، وانا راني في اللايف، ليس لايف سوري، انما لايف مخزني، لايف مغربي يا أستاذ لان هناك الكفر من المغاربه. يا اخي منير لا تحرق اعصابك، يا منير لا تحرق اعصابك. نزل هذا، طلع لنا واحد يفهم شوي، ليس جزائري، واحد يفهم شوي يا اخ منير من فضلك. ليس ما كانش يحرك يا اخي. لا هناك إن كان جزائري أو سوري أو مغربي أو ما كان إلى هنالك، اليوم حديثنا سياسي حول تطبيع نظامكم وإجرام نظامكم بحق الشعب السوري. اعتبرني كائن فضائي، اعتبرني كائن فضائي. أي تطبيع خليني مغربي. هل سوريا دولة كافرة؟ هل سوريا دولة كافرة؟ العربي قول اعطيني التطبيع. مالك بالتطبيع؟ سوريا دولة كافرة؟ واسمع العربي. الجزائر لها علاقة مع سوريا من القدم، وسوريا ليس فيها قنصلية إسرائيلية يا أخي. الجزائر لها علاقة قديمة من القدم مع سوريا، مع عمر بلدك كله 1963. أبي والدي أكبر من بلدك يا أستاذ، والدي أكبر من بلدك، علاقة قديمة. نعم. أنت تتكلم عن من الشام 1800. نعم. أنت تتكلم عن الشام يا حبيبي. والدي أبي شخصيا أكبر من بلدك. ومن قال هذا؟ هل تعرف تاريخ الجزائر؟ مالك تتحدث؟ من قال هذا؟ يا أستاذ أنت تتحدث عن الشام. افهم. أنا لست بربريا، أنا لست منغوليا، أنا لست. أنت تتحدث عن الشام يا أستاذ. افهم منير. أحاول لايف. أنت تتحدث عن من علمك القراءة والكتابة. أنتم الآن تتحدث. أستاذ منير من فضلك نزل هذا الأخ وخلي الدكتور يكمل مداخلته. أنا لا أستطيع أن أناقش. هناك من لا يستطيع مناقشة السياسة. أستطيع أفهم كل شيء. أنا أفهم كل شيء. أعطينا الحالة السياسية ديال. أنتم تركتم الدول التي طبعت مع إسرائيل، والآن تتحدثون على الجزائر. لماذا تتحدثون وتكرهون الجزائر؟ لماذا تكرهون النظام الجزائري؟ بكل بساطة طبع مع إسرائيل. تركتم من باعوا قضية الفلسطينية وتتحدثون عن الجزائر. بكل بساطة إسرائيل لم تقتل 1.5 مليون شامي. إسرائيل لم تقتل 1.5 مليون إسرائيل عدوة العرب والإسلام. يا أستاذ إسرائيل لم تقتل 1.5 مليون مواطن. إسرائيل عدوة العرب والإسلام. إسرائيل لم تقتل 1.5 مليون من بلاد الشام. بل قتلت وشردت قتلت أطفال الفلسطينيين. خلوا الدكتور هذا وأرادت احتلال مصر وسوريا في عام 1978. احترم الحديث. اسمع الدكتور. تفضل دكتور. اسمع للدكتور. من فضلك أخي الجزائري المحترم الذي تفهم أكثر منا جميعا، اسمعني وأجب على سؤالي باحترام وبهدوء. نحن هنا لسنا في معركة، في ميدان قتال. أنا أسألك سؤالا. نعم. عندما خرجتم أنتم على بوتفليقة، أنتم كشعب جزائري حر محترم، نعم، ماذا أردتم بذلك؟ أنا سوف أجيب عنك الآن ثم أترك لك المجال. أنتم أردتم أن تفقدوا بوتفليقة الشرعية الجزائرية كرئيس يحكم الشعب الجزائري المحترم. إذن لما خرجتم أنتم على بوتفليقة، يعني لسان حالكم يقول أنت قد فقدت الشرعية. طيب نأتي هنا، أنت لما نظام تبون يذهب ويستدعي رجل فقد شرعية الحكم في دولة سوريا، أكرر، فقد شرعية الحكم في دولة سوريا، وخرج الشعب السوري بكافة أطيافه وقالوا له إنك مجرم قاتل لا تمثلنا. كيف يستدعي نظامك هذا المجرم
القاتل ويعطيه شرعية، وبأي صورة أعطى هذا القاتل المجرم شرعية ليحضر إلى المؤتمر؟ بأي صورة هذه؟ وأنت تقول هنا أن بشار الأسد رئيس سوريا. تفضل أخي. وهل تعلم من دمرت سوريا؟ من قال هذا؟ لا حول ولا قوة. من قال هذا؟ هل تعلم من هي الدولة التي تدمر الدول العربية؟ أخي من فضلك جبني على سؤالي. يا أخي، نحن خرجنا في حراك سلمي، وهناك جيش جزائري وشرطة جزائرية، وقالها قايد صالح رحمه الله. يا أستاذ أنت خرجت في مظاهرات سلمية وأسقطت نظامك في مظاهرات سلمية. تعلم لماذا؟ نعم. لأن جيشك ليس مجرم. ليس جيش. لأن جيشك ليس مجرم، لأن جيشك لم يقتلك. أما أنا في سوريا جيشي قتلني. لقد عرفت الفرق. جيشي قتلني. الآن عرفت الفرق. جيشي قتلني. جيشي قتلك، ولكن جيشي شعبي. أخي في الجيش. كيف أخي يستطيع؟ هل أخي يستطيع قتلي؟ ليس أخي. أنت ليس أخو. من في الجيش هو إيراني. الجيش هو إيراني وحزب الله. يا أستاذ، من في جيش سوريا ميليشيا سوريا، حزب الله والحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني. هذا هو جيش سوريا. أنت تفكر بأن الجيش السوري أنا لم أخدم جيش. نحن السوريين لا نخدم جيش. الجيش السوري هو عبارة عن تحويشة أو مجموعة من حزب الله اللبناني، الحرس الثوري الإيراني، الحشد الشعبي العراقي. هذا هو الجيش السوري. والأفغان الذين هربوا من أفغانستان وتشيعوا في إيران أتوا للجيش السوري. هذا هو الجيش السوري. والكردستان. نعم. من قال لك بأن الجيش السوري هو سوريين؟ السؤال يا منير، عندما خرجوا هم اسمع عندما خرجوا هم ضد بوتفليقة، هل الشعب السوري جاء ووضع يده وقتل ودبح مع بوتفليقة؟ لا والله. بالعكس. فما دخلكم أنتم في الشعب السوري إن أراد أن يغير نظامه؟ لماذا تساعدونه ضد الشعب؟ يغير يا أخي، فليغير. من قال لا تغير؟ هل الجزائر قالت لا تغير؟ شكون اللي قال نظامك قال. انتم كمغاربه، والله يفتح المغاربه واللي رافقكم انت المغاربه تريدون تشويه سمعه الجزائر. واقول واعيدها، انتم تريدون تشويه سمعه الجزائر في كل الدول العربيه. لستم مهرطلا. يا أستاذ اسمعني، أنا كائن فضائي أتحدث معك في السياسة ضمن سياسة النظام المجرم الجزائري مع النظام المجرم. من قال لك مجرم؟ شارك في قتلي. هل قتل الجزائري؟ قتلني من قال قتلك؟ أعطيني دليل. من هو خلق؟ صواريخ صنعت في الجزائر وسقطت في إدلب. قال صواريخ جزائرية. الجزائر صواريخ؟ ما دخل يا أخي الجزائر أحسنت إليكم وأنتم تردون الإحسان بشيء آخر وتقولون يا أخي قل ما شئت. يا جماعة اسمعنا أستاذ سمحت. قل ما شئت. إحسان الجزائري تجاه الشعب السوري هو الموت الرحيم. يعني يا سوري، أنت بدل أن تعيش معذب فإليك صواريخ تقتلك وتموت وتخلص من هذه الدنيا. هذا هو إحسان الجزائر. هو إحسان الجزائر نعم. صواريخ صنعت في الجزائر سقطت في إدلب. أنا لا أصدق هذا. بأن الجزائر لا أصدق. نعم لا أصدق. تصدق بأن أنت لا أصدق القرآن. أنت تصدق ومن ضرب اليمن ومن ضرب اليمن. من ضرب اليمن؟ يا أستاذ ما دخلني في اليمن. يا أستاذ أنت تصدق. ما دخل في اليمن. يا أستاذ أنا أتحدث معك عن السياسة السورية ونظامكم المجرم الذي يساند النظام المجرم في سوريا. يا أستاذ أنت تصدق بأن القرآن تراث جزائري. هذا ما تصدقه. أنت تصدق بأن المملكة العربية السعودية سرقت الكعبة من الجزائر. أنت هذا ما تصدقه. سوف أعطيك سؤال. هل تجيبني؟ أعطيك سؤال تجيبني؟ نعم. لماذا لم تكره النظام الجزائري من القدم في عهد يمين زروال، في عهد بوضياف، في عهد بومدين، في عهد بوتفليقة؟ لماذا تكرهون الآن؟
لأنه ليس ندا لنا، لأنه ليس ندا لنا. لا سوف أعطيك الجواب، يا سوف أعطيك الجواب يا أخي، سوف أعطيك الجواب. يا أستاذ افهمني، الجزائر نعم. ليست عدوتنا، الجزائر ليست عدوتنا منذ أن خلقنا. السوريين هم من علموكم القراءة والكتابة، نحن اليوم أنتم النظام الجزائري منير علمتونا القراءة. منير لو تعطيني دقيقة، منير لو تعطيني دقيقة من أرض الحدث، وجزائري هو اللي راح يتكلم من المخيمات، هذا من المخيمات وجزائري، وإن كذبه العربي أنا سأنسحب من هذا النقاش. أنا الذي سأنسحب ليس أنت، لأني في لايف مغاربي مخزني ولست في لايف اسمع للنقاش. عبد الحميد أحمد سعد من دائرة سيدي علي ولاية مستغانم الجزائر. فالآن وأنا قدمت اسمي وبينت شخصيتي لكي لا يقول لي والله أنت مو جزائري، تنتحل شخصية الجزائري لكي تشوه صورة الجزائري. بس رسالة واحدة فقط أريد أن أوصل للشعب الجزائري. الشعب الجزائري الآن في مواقع التواصل الاجتماعي يفتخرون ويقولون نحن أول دولة عربية ساعدت الشعب السوري، ساعدت الشعب السوري وأرسلنا 3 طائرات، وهذا كله كذب. الطائرات ذهبت عند النظام. يا إخواني في الجزائر، أحبتي في الجزائر، ربما أنتم مش فاهمين الوضع هون. في سوريا في منطقتين أو 3 مناطق، سوريا الآن مقسمة في شيء اسمه المحرر. الشعب السوري يعيش في منطقة اسمها المحرر التي حررتها سواعد المجاهدين وسواعد هذا الشعب الأبي المناضل المجاهد. وعندنا مناطق عند النظام، عند بشار السفاح في حلب ودمشق وسائر الطائرات المساعدات التي ذهبت من الجزائر ذهبت إلى بشار، إلى مطار دولي، مطار حلب الدولي، وساعدت هناك النظام معه. يا إخواني الجزائريين افهموا بالله عليكم، نتكلم لكم باللهجة الجزائرية مشان تفهموني. اسمعوا يا أخوتي، هذا الجزائر عاونت النظام. اسمعوا، نظام عنده الكيماوي، عنده روسيا وإيران والروس، وعنده كل البلاوي يساعدونه. الآن هذا الشعب المسكين، صور المخيمات، صور الشباب، صور الأولاد، صور هذا الشعب المسكين، يعني ما له غير الله عز وجل. هذا الشعب المسكين يا إخوة، والله لو ترون النظام الآن يتاجر هذه القضية، قضية الزلزال. يأتي بمقاطع من المحرر عندنا ويقول للعالم الخارجي أنه عنده مشان يأتي بالمساعدات. فإخواني بارك الله فيكم، لا تخلقوا الأمر. فالله في هذا الشعب المسكين، الله في هذا الشعب الأبي. تعال يا أخي، تعال. هذا الأخ نزل بيته، هذا أخ عند الزلزال نزل بيته، خرج معه ولا شيء، خرج من داره ما عنده ولا شيء يا إخوة، ما عنده والو، مسكين ما عنده والو. أفهموها بالجزائرية، ما عنده والو، الشعب مسكين ما عنده والو. هذا خرج من بيته، هذو أولاده ما عندهم ولا شيء. وبعدين هذه 3 طائرات بتروح عند النظام. يا أخي أنت يوم الاثنين عندما نزل بيتك، طيب أنت خرجت بشيء؟ كان عندك مصاري؟ كان عندك قصور أموال؟ طيب احكي لهم الوضع ولو في دقيقة، الله يحفظك، ارفع صوتك. السلام عليكم يا أخوان. والله احنا كنا ساكنين في دير دار الفرجان، والحمد لله طلعنا على سلام. ولا طلعنا برواحنا، ما عندنا سرب لا شيء الصبح، ما عندنا شيء نملكه إلا أنفسنا والحكومة اللي فينا بس. يعني الله يعزكم ويبارك، ما عندنا شيء. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. يا إخواني لكي لا أطيل عليكم إن شاء الله، معليش صور هذا الأمر العجيب، صور المخيمات، صور الحالة اللي الله المستعان. فإخواني بارك الله فيكم، حفظكم يا إخوان الجزائر، لا تعلقوا على مواصل التوقع الاجتماعي وتقولون والله ساعدنا، والله احنا يعاوننا السوريين. عاود بشار السفاح، هذا بشار السفاح يقتل الشعب، يخسف الشعب، يخسف الأولاد. ولد مثل هذا شوف مسكين، شوف صور يا رجل، شوف ما عنده حتى بايش يمشي. سبحان الله، تريد تقول لي والله عاوننا الشعب السوري؟ ما عاونت ولا شيء، عاونت
العربي هذا الشيء راه يبكي. واش هذا الشيء قبلتي؟ هذا ليس جزائري بل يقلد اللهجة الجزائرية. هذا ليس جزائري، هذا ليس جزائري. واش ما عندك شي وجه باقي تدوي به؟ عندي وجه انه يقلد اللهجة الجزائرية. ما عندكش الوجه، ما عندكش. عندي الوجه تقلد من وجه عندك ديال القصدير. اللهجة تعاود تولي انا ما عنديش وجه ولا كيف؟ يا استاذ ليس جزائري. ماذا يفعل الجزائر هناك؟ يجاهد في سبيل الله. ماذا يفعل؟ يجاهد يا استاذ، يجاهد مع السوريين ضد النظام. ماذا يفعل؟ يا استاذ اخبرني، اعطيني جواب. هذا الرجل ذهب من فرنسا الى الشمال السوري. هذا الرجل الذي شاهدته الان ذهب من فرنسا الى الشمال السوري. قوافل مساعدات جزائرية ذهبت من اوروبا الى الشمال السوري. انت خارج الواقع، انت خارج المجرة. لا، لست خارج الواقع. أنت خارج المجرة. أعلم ماذا تقول. لست خارج المجرة. أنت تقول نظامك فاسد. أنت تقول نظامك قاتل مجرم. تريد أن أنهض ضد نظامي كما يجري في سوريا ويجري في ليبيا والدول الأخرى. يا أخي لا ماذا تريد؟ أريدك أن تعترف أن بشار الأسد مجرم ومن يساعده مجرم. نعم مجرم. أنا قلت لك كمسلم إنه مجرم. وماذا قلت لك؟ من قتل المسلم وقاتل المسلم كلهم في النار. ماذا قلت لك؟ ومن يساعد هذا المجرم ماذا؟ يا أخي ماذا أقول لك؟ يساعدون المجرم. الحكومة الجزائرية مجرم لأنه أغلق الحدود، أغلق المجال الجوي. وأنت اللي قلت راه مجرم. ماشي أنا مجرم يا أخي، مجرم. أنا قلت بشار الأسد مجرم. يعني نظامكم مجرم. مجرمين تقتلون المسلمين. نزل هذا يا أستاذ. آخر كلمة العربي. أقول آخر كلمة الناس. أقول آخر كلمة يا أستاذ أمام الملأ، أمام 1500 شخص، أمام رب العالمين. نعم. الحكومة الجزائرية ساعدت الشعب السوري بأن بنت لهم مخيمات داخل سوريا وقتلتهم بالصواريخ. صواريخ صنعت في الجزائر سقطت في إدلب. الحكومة الجزائرية تعمل على إعادة تدوير هذا النظام وإعادته للجامعة العربية وإعادته للقمة الإسلامية. شكرا للجزائر الشريكة بشار الأسد وإيران في سفك دماء. ليس الجزائر بل قل النظام الجزائري. لماذا الجزائر كلها؟ نعم. لماذا أنت تقول الجزائر؟ شكرا للنظام الجزائري شريك بشار الأسد الآن تقول شكرا للجزائر. الشعب السوري. شكرا لنظام الجزائر الذي توضأ في دماء الشعب السوري ليصلي عليهم صلاة الجنازة. دعني أسأله سؤالا أخيرا. خلاص نزلته يا أخي.